السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ نتمنى الفيديو تاعي يلقاكم نتوما باحسن احوالكم يا رب. نتوما تدخل في قناتي نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي مطبخ يوميات دينا. نرحب بكم في قناتي. اليوم جبتكم بهذه الوصفه اللي هي وصفه كيكه بذوق الشوكولا، راح تكون بطعم البراونيز. شو نقول لكم، قيمه في البنه هايله بزاف بزاف، خاصه الفطور الصباح. وتاني انا ننصحكم بها انكم تقدموها ان شاء الله في رمضان، ان شاء الله على السحور. راح تكون غنيه بزاف بالسكريات، راح تكون غنيه بزاف، وراح تكون على هذه حتمدلنا طاقه ان نكملوا نهارنا نتاع الصيام. راكم تشوفوا تجي بزاف 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 بنينه، والبنه تاعها تبقى في الفم. يعني تكملوا هاد لابار تاعكم تحبوا تزيدوا. نقول لكم بزاف بزاف بنينه، كما قلت لكم راح تكون بذوق الشوكولا، راح تكون الداخل غنيه بالشوكولا. يعني ننصحكم انكم تقدموها لاولادكم خاصه في فطور الصباح. وتاني راح توالم مليح مليح، تكون هكا عسحور مع قهوه حليب، راح تمدلكم نشاط وحيويه باش تكملوا نهاركم. يعني الصوره راهي معبره عن نفسها، هي شوكولا في شوكولا في شوكولا، يعني هي راهي تري في الشوكولا بزاف بزاف بنينه. اي واحد يشاهد الفيديو تاعي فضلا وليس امرا انكم تضغطوا على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. وثاني ما تنسونيش بجاماتكم. نبداو في الوصفه. اي بسم الله على بركه الله. في الوصفه واش عندنا؟ درت مغرف كبيره نتاع زبده، زوج مغارف كبار نتاع زيت، تقدروا تعوضوهم بزوج مغارف كبار نتاع زبده. يعني انكم ديروا زوج مغارف كبار نتاع الزبده، ولا ديروا مغرف كبيره نتاع الزبده وزوج مغارف كبار نتاع الزيت. زدت لهم شوكولا. هاد الكيكه قد ما درت لها شوكولا قد ما راهي راح تزيدكم في البنه. انا درت واحد 80 غرام هكاك تاع الشوكولا، من الاحسن انكم تحطوا طابليطه تاع الشوكولا 100 غرام، راح تجيكم بزاف بزاف بنينه. درت لها جوج مغارف كبار نتاع الكاكاو، درت لها مغرف كبيره نتاع اوبتيلا، وكاس نتاع الحليب. يتسمى كاس نتاع الحليب، مغرف كبيره نتاع الزبده، زوج مغارف نتاع الزيت، و100 غرام نتاع الشوكولا. انا درت غير 80، من الاحسن انكم تحطوا 100 غرام نتاع الشوكولا، زوج مغارف كبار نتاع الكاكاو. نحطوا هذا الخليط راح يكون كلش في الكاسرونه، ما حاش زعما ما حاش درنا كامل بزاف المعاناه. على هذا الشيء نحب هذه الكيكه تمتم تسلكوها، ما تحتاجوا لا باتور لا حاجه. نخلطوا كامل هاد المكونات فوق النار، نخلوهمش يسخنوا بزاف، جوست تذوبلنا هذيك الزبده وتذوبلنا هذيك الشوكولا. راكم تشوفوا بعد ما ذابت هذيك الشوكولا، هنا يعني المقطع ما صورتوش مليح، زدت له كاس ناقص كاس الا ربع نتاع السكر. الحلاوه انتم مهما حبيتوا، لانه هاد الكيكه راح نزيدو نسقوها بالشوكولا ونديروا لها من الفوق واحد الكريمه نتاع الشوكولا بزاف بنينه، ونزيدو نزينوها بشوكولاتاتيني، يعني حاجه بزاف حلوه. يتسمى درت لها كاس الا ربع نتاع السكر، زدت لها حبه بيض تكون بحجم يعني شويه كبيره، وتكون بدرجه حراره الغرفه، رشه نتاع الملح. نخلطوا كامل هاد المقادير بالفوي حتى تحللنا هذيك الحبه نتاع البيض. بالنسبه للنواشف واش عندي كاس نتاع فارينه، وعندي باكي نتاع خميره الحلويات. يعني انا قادر هاد الكاس تمشي لكم حتى الكاس ومغرف ولا زوج مغارف، نتوما على حساب النوعيه نتاع الفارينه وعلى حساب النوعيه الحجم نتاع الحبه نتاع البيض ديالكم. درت الكاس نتاع الفارينه، وزدت كيس خميره كيميائيه، راح نغربلهم هكا باش تجيني الكيكه نتاعي خفيفه. راح نخلطوه بالفوي كما قلت لكم، ما نحتاجوا لا ما نحتاجش كامل معا، غير كلش بالكاسرونه وتوجدي واحد الكيكه بزاف بزاف هايله. نخلطوا كامل هاد المكونات. انا هاد الخليط جاني شويه خفيف، على هذه اضطريت اني نزيد له مغرف كبيره نتاع الفارينه. من الاحسن انكم هذا الخليط ما ديروش جاي بزاف ثقيل، ديروه خفيف هكا باش تجيكم الكيكه نتاعكم تجيكم بزاف بزاف خفيفه. انا هنا راني نخلط في هذاك الكاس نتاع الفارينه، لازم نخلطو مليح بالفوير هكا باش نفتحو مليح هذيك الفارينه وما يبقلناش مبركسه. راكم تشوفوا انا حسيت الخليط كان شويه يعني زيت خفيف، يعني زياده عن اللزوم. على هذه زدت له مغرف كبيره نتاع فارينه. تسمى هذا التحليه واش حتدي هاد الكيكه واش حتدي لكم؟ حتدي لكم كاس ومغرف نتاع الفارينه. نخلطوا كلش هكا. هنا وشنو برك نذكركم، يعني ننصحكم انه كي ديروا هذيك الخليط في الكاسرونه خلوه تنقص الحراره نتاعو. كي تضيفوا هذيك الكاس نتاع السكر خلطوا هكا باش تنخفض الحراره نتاعو،
باش تضيفوا الحبه نتاع البيض هكا باش ما تطلبكمش هذيك الحبه نتاع البيض. شوفوا الخليط كيفاش جاي خفيف، ما ديروهش ثقيل. راني نقول لكم نوصيكم نعاودكم انه الخليط نتاع الكيك تاعكم ما ديروهش ثقيل. هنا يعني انتم تقدروا ديروا يعني هكا كيكه يعني فرديه، كيكه فرديه، ولا تقدروا ديروا وحده كبيره. يعني كان حبيت نديروا في هذا المولا كيك اللي جاي صغير، وعندي هذا ثاني اللي غام كان نتاع الفلون جاي صغار يعني مستطيل. انتم في المول اللي حبيتوا ديروه في المول مربع دائري، حبيتوا ديروا هكا فرديين انديفيديوال يعني كل واحد بلا بار ديالو، حبيتوا ديروا وحده كبيره كيما تحبوا. يعني انا حبيت نفضل يعني هكا تجيني وحده كبيره، وهكا يجوني واحد هكا فرديين. يعني واش نقول لكم، يعني هي زاكيه. راكم تشوف خرجت لي 5 فرديين وخرجت لي وحده من هذيك الكبيره. تما دير لكم كيكه يعني بحجم عائلي، الله يبارك توكل كامل العائله. هنا لازم تكونوا دهناهم بالزبده، يعني درناهم بون كوش تاع لابور تاع الزبده هكا باش نضمنوا ان الكيكه تاعنا ما تلصقش. ولكن عمرهم ما نعمرهمش كامل، نخليو هكاك الثلث هكا قسمه تخمر لنا وتزيد تطيب لنا هكا باش ما تفيضلناش. هنا واش راح نديرو دوك ندخلوهم للفور على درجه حراره 160 كي يطيبوا. يمكن ندخلو هكا كوردون داخل نلقاوه ناشف، نخرجوه نلقاوه ناشف، خلاص الكيكه تاعنا طابت. انا هذوك 5 صغار الاولين طابوا لي بالخف، الكبيره مازال ما طابتليش. هنا دوك نوجدوا هذيك السيرول ولا هذيك الحاجه راح نسقيو بها. انا كان عندي كاس حليب، درت له عيط الشوكولا، مورف كبيره نتاع كاكاو، تقدروا تعوضوها ثاني بحليب هذيك تاع الغبره نتاع الحليب، شوكولا نتاع الحليب غبره، وديت لها مورف كبيره نتاع السكر. راكم تشوفوا هنا كيفاش طلعت الله يبارك، يعني تجيكم بزاف 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 خفيفه. راح نثقبوها كامل هكا بالموس ولا بانكودون كيما تحبوا، وراح نسقيو هاد الكيكه تاعنا بهذاك الخليط. اش نقول لكم على هاد، يعني انا يعني تقدروا تسقيوه بكاش سير ولا بشنو، بصح انا حبيت نحافظ على انها بذوق الشوكولا، حبيت نخليها كامل بذوق الشوكولا ما نبدل فيها والو. راكم تشوفوا في كل وحده راني نحط لها مغرف وراني نضغط. علاش راني نضغط هكا؟ لانه من بعد باش نحط لها كي نحط لها هذيك الكريمه من الفوق راح تجيني بسطح مستوي، لانه الله يبارك راكم تشوفوا تنفخت لي، يعني تنفخت لي مليح، طابت لي يعني بيان. نسقيوهم كامل بهذاك الخليط اللي درناه. قلت لكم نعاود لكم المقادير: كاس حليب، درت لها مغرف كبيره نتاع الكاكاو، مغرف كبيره نتاع السكر، وعززت الذوق نتاع الشوكولا بعيد الشوكولا. راح نديرو في كل هكا في كل غامكه ولا في كل امبار نديرو فيها مغرف تاع الحليب ونشربوهم مليح مليح. هذا لازم يجي بزاف بزاف مشرب هكا باش تجيكم هذيك البنه نتاع الشوكولا بزاف بزاف بنينه. يعني واش نقول لكم، تجيب هذيك الذوق تخش لكم تاكلوا في البراونيز. على هذه قلت لكم كل ما تحطوا فيها لداخل الشوكولا بزاف كل ما راهي رايحه تزيدكم البنه. انا هادو واش راح ندير لهم، نخليهم يشربوا في راحتهم، انا راني نزيد نثقبهم هكا باش يشربوا مليح، ونجو نكملوا الوصفه نتاعنا. ما خليتهم هكاك واحد الربع ساعه نص ساعه شربوا لي كامل هذاك الخليط نتاع الحليب. هنا نجو الكريمه كيما قلت لكم راح تكون بذوق الشوكولا. واش حطيت فيها واحد 100 غرام تاع الشوكولا، زدت لها علبه نتاع ياغورت بذوق الشوكولا، استعملت انا بنينه هي اللي تعجبني، وزدت لها مغرف كبيره نتاع الكاكاو وخلطتهم كامل. كان بقالي نص ربع كاس من هذاك الحليب اللي شربناه به، زدت لها درتها فوق النار خلطتها كامل مليح، خليتها بردت. دوك راح نحطوها كطبقه ثانيه فوق هاد الكريمه، فوق هذيك الكيكه عفوا. كما راكم تشوفون كل كيكه راح نحط لها يعني كميه مليحه هكا باش تجينا بزاف بزاف بنينه. قلت لكم بنينه. اصحاب الريجيم نقول لكم يعني اعتذر ان هذه الوصفه يعني ما توالمكمش اسمحوا لي. هكا راح ندير لهم هكا بونكوش ونصقموها بيا، ندير لها يعني نصقموها بيا من الفوق، نتحفوا لها الوجه نتاعها. من بعد نجو نشوفوا التحليه تاعنا ولا تقدروا تسموها تحليه ولا الكيكه تاعنا واجده في طبق التقديم. هذه هي التحليه نتاعنا ولا الكيكه اللي درناها بذوق الشوكولا، راح تكون بطعم البراونيز، تجيكم بزاف بزاف بنينه كيما راكم تشوفوا. انا يعني زينتها درت لها هكا شويه نتاع كاوكاو محمص وملحي هكا من الفوق، وزدت لها خطوط
من الشوكولا طرتيني. هاد الكبيره ثاني درت لها كاسير داير بالكاكاو محمص وملحي، درت لها شوكولا طرتيني في النص وزينتها كيما راكم تشوفوا. التزيين يبقى اختياري. وصلنا لاخر الفيديو، اخر الوصفه، نهايه الوصفه. نتمنى انكم تدعموني بلايكاتكم وباشتراككم في القناه، لانه يعني انا راني نتعب بزاف في القناه تاعي، مانيش نلقى فيها نسبة مشاهدة مليحة. يعني اي واحد يشاهد الفيديو يضغط على سبسكرايب، يمكن انه يكون هذا هو السبب اللي ما يخليش الفيديو تاعي يوصل لكم. هكا باش تدعموني نمد لكم اكثر واكثر. شكرا في النهاية، نتمنى انه هذه الوصفات تنال اعجابكم، تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. تلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.